يا مساء الفل. آه، كلمتين كده على القصة بتاعت زيزو. بالراحة يعني من وجهة نظري، مش من واقع معلومات مؤكدة ومن مصادر والكلام ده يعني. آه، في الحقيقة توقيت طلوع الإشاعات والكلام الكتير اللي داير في السوشيال ميديا والإعلام الكام يوم اللي فاتوا دول، مش منطقي بصراحة إنه يطلع في التوقيت ده بالذات وزيزو في المنتخب. وكلام بصراحة طالع واضح قوي إنه طالع بغلوشة آه، من اللجان بتاعت الأهلي على الموضوع بتاع الانسحاب، وإن هم هينسحبوا من الدوري. طبعا الكلام ده مش هيقدروا يعملوه بعد كل الهيصة اللي هم عملوها، طبعا بعد ما منظرهم بقى وحش قدام الجماهير بتاعتهم. فبالتالي هم عايزين يعملوا أي حاجة يعني هنقول إن هي تصلح من شكلهم قدام الجماهير بتاعتهم. فبالتالي ايه احسن من ان انا اتكلم عن زيزو واطلع خبر زي ده، واودي ناس تتكلم عن الراجل ابوه ويزغللوا عينيه بكام مليون زياده والكلام الحلو ده. في قعدات حصلت، اكيد في قعدات حصلت يعني. واحد زي زيزو لما يكون فري كمان شهرين وما اقعدش معاه من قبل كده كمان، يبقى انا نادي بهزر يعني. لكن في التوقيت ده بالذات ان اللجان تشتغل بالطريقه دي، بالقوه دي، ده دليل على قد ايه النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي آه، في موقف صعب في اداره ملف الانسحاب من ماتش الزمالك وما يترتب عليه بعد البيان اللي اصدروه في حته ان هم كمان هينسحبوا من الدوري. وخلاص ماتش بيراميدز فاضل له تقريبا اسبوعين او 20 يوم. آه، والاحداث عماله ايه تتطور، والورق ابتدى يتكشف اكتر في فكره ان خلاص الاهلي واضح ان هو الناس كلها ضده، مفيش حد زي كل مره بيحاول ان هو يساعد او ان هو يطبطب عليه زي ما كان بيحصل قبل كده. الغريب بالنسبه لي ان ازاي نادي مربوط للدوله المصريه زيه زي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي فرق كتير قوي، متساب ان هو يبقى له لجان، وان هو يبقى بيوجه الرأي العام، وان هو يبقى له لوبي، وتحس ان انت بتتعامل مع كيان. آه، مش عايز اقول كيان من اخواتنا البعدة بتوع الناحية التانية، لكن هم بقوا شبههم. يعني ليه في سوس بالطريقة دي الدولة المصرية سايباه ينخوض فينا بالطريقات دي؟ يعني ليه؟ يعني وببساطة قوي يقدروا يقصقصوا ريش ان الكلام ده كله، بس هو متساب ليه؟ وطالقين العنان للجان دي بالطريقة دي ازاي؟ مش عارف. الغريب اكتر ان جماهير الاهلي بتقرا الاخبار دي وبتصدقها يعني كده من غير تفكير. وناس، مش هقول ان هي ناس مثلا مش هقلل من اي حد يعني، بس ناس ثقافتها عالية وبيشتغلوا شغلانات كبيرة وتعليمهم عالي. المفروض الناس يعني دي تكون شغالة، ومع ذلك بيجروا ورا الكلام ده. طب الفتن دي مين مسؤول عنها؟ مين اللي المفروض يوقفها؟ ليه البلد سايبة الكلام ده؟ ليه سايبين اللجان بتاعت الأهلي دي منتشرة بالطريقة دي؟ ليه القوى دي، قوى الظلام لو هنسميها كده يعني، متسابة بالطريقة دي؟ وده في النهاية نادي مملوك لدولة، ما هواش نادي لشخص. فدي يعني بوينت كان لازم هايلايت عليها، لأن بصراحة الموضوع بقى زيادة قوي عن اللزوم. تاني نقطة عايز أتكلم فيها بعيدا عن ميعاد الصفقة، وسواء هو مضى أو ما مضاش. أنا في وجهة نظري لا، هو طبعا ما مضاش. احنا لسه 25/3، ومنطقي جدا إنه ما يكونش مضى. وحتى لو مضى فمش من مصلحة زيزو ولا النادي الأهلي إنه يطلعوا حاجة زي كده. فهو لا، بالتأكيد ما مضاش. أما بالنسبة لموضوع إن هو ياخد 70 مليون و80 مليون والأرقام دي،
فعلى حسب يعني اللي انا قريته، فهو عايز، انت بتتكلم في حوالي 200 مليون في سنتين او 150 مليون في سنتين، يعني بتتكلم في 3 مليون دولار او 4 مليون دولار في سنتين. رقم كبير قوي على لعيب بيلعب في مصر حتى لو كان زيزو. يعني اكتر اتنين لعيبه في الدوري المصري حاليا من حقهم ياخدوا رقم كبير هو زيزو وامام عاشور، مع اختلاف خصائصهم جوه الملعب يعني. لكن في النهايه، هم في النهايه اخرهم خالص خالص ياخدوا 30 35 40 مليون جنيه في الموسم ده، يعني كده انا كرمتهم، انما مش اكتر من كده. امال لعيب زي بن شرقي ده بيطلع نار من بقه بجد. يعني بن شرقي جناح زي ما بيقول الكتاب. بن شرقي حطه على واحد على واحد هيعدي، اتنين على واحد هيعدي، حط له تلاتة على واحد هيعدي. زيزو مش هيعرف يعمل الكلام ده. عرضيات بن شرقي دواء. بن شرقي لو جناح عكسي، يعني في مثلا هجمه من ناحيه اليمين وهو بيدخل جوه ال 18 مهاجم مساند، بيدخل ويلعب بدماغه كويس. زيزو مش كده، بتحط رقم 10 ويستلم تحت ضغط ويسلم ويستلم في قلب الملعب 10 على 10. زيزو عنده دي شويه، لكن بن شرقي اقوى. كسر خطوط وان هو يقتحم ال 18 ويدخل اجوان، طبعا بن شرقي اقوى. شوط من بره ال 18 ومهاره على ال 18، وان هو يشوط من بره ال 18، لا بن شرقي اعلى. فبن شرقي اللي هو بياخد بقى مليون ونص والارقام الكبيره دي، تلعبه جناح، تلعبه راس حربه، تلعبه نمره 10، بيأدي. عنده مهارات وعنده حلول كتير قوي، مش عند زيزو. فبناء على ايه زيزو اصلا بيطلب الارقام دي؟ زيزو لعيب مهم طبعا. زيزو من اللعيبه اللي في الزمالك اللي تقدر تعتمد عليها بدنيا وتقدر تعتمد عليها تكتيكيا اكيد. ومفيش لعيب في مصر مصري غيره طبعا، هو امام زي ما انا بقول، اللي عندهم الاستمراريه دي وتقدر تعتمد عليه. ويمكن زيزو اكتر من امام في حته الثبات في المستوى، لكن كمهارات بقى وانتاجيه وشخصيه ومفعول جوه الملعب، لا، ما يستاهلش ال 70 مليون. لو إدارة الزمالك عندها ال 3 مليون دولار دول، لا، طب ما أنا أروح أجيب لعيب عنده 25 سنة أمضيه 5 سنين، ويديني بقى 5 سنين إجوان وأسيستات وشخصية، ويعمل لي إعلانات وأكسب من وراه كمان 3 سنين، ممكن أبيعه ب 4 5 مليون دولار كمان، وأعوض اللي أنا ما عملتوش مع زيزو. فبصراحة الأرقام اللي بتتقال كمان على زيزو فهي مبالغ فيها قوي. ومع ذلك إدارة الزمالك على حسب اللي مكتوب فهي عرض عليه 70 مليون. بصراحة لو زيزو رفض العرض ده يروح غير مأسوف عليه. وجهة نظري البسيطة إن ما أعتقدش إن زيزو وأبوه مهما نتقال عليهم في الإعلام وفي السوشيال ميديا إن هم هيضحوا بحب جماهير الزمالك وبالتاريخ اللي عملوه في نادي الزمالك. بصراحة لو هم بيدوروا على فلوس فهو ببساطة ممكن يروح بيراميدز، يعني لو هو عايز يقعد في مصر. وطبعا لو بيدور على فلوس 4 أضعاف اللي هياخدهم في الأهلي يطلع بره مصر. فما أعتقدش لعبة إن هو يروح الأهلي دي موجودة، إلا إذا إلا إذا إدارة نادي الزمالك وإيفر مين بقى اللي شغال على الملف بتاع زيزو أداروا بغباء، زي ما حصل مع مشلاك. مشلاك إيه اللي حصل؟ عاند معاه عشان أنت عملته كعيل صغير. زيزو هتكبره هيكبرك ببساطة، أو أي لعيب أي واحد في الدنيا كده، هتكبره هيكبرك. إنما هتصغره وهتحطه في وش المدفع وهتقول ده هو اللي باع الزمالك، أصل أنا بعت له إيميل بالأوفر وقدامه 3 4 أيام. معلش أنا آسف يعني، إحنا قلنا ومستنيين من أول ما الموسم ابتدى يا جماعة عقد زيزو هيخلص خلاص. 3 4 أيام اللي الراجل في المنتخب فيه إحنا مش قادرين نستنى؟ ما إحنا من يناير كان المفروض يتباع، وإحنا بقينا في آخر مارس. خلاص مش هستنى لما هو يجي يعني نقعد نتكلم مع بعض ونحدد ميعاد ونقعد نتكلم مع بعض. فبلاش نصغر دماغنا ونجري ورا ترندات ونجري ورا كلام
عيال صغيرة. الصح نكلم أبوه، أيا كان بقى ميدو حازم إمام، يعني أيا كان، كلم باباه، يا حاج إحنا عايزين نقعد مع بعض نتكلم. فاضي إمتى؟ إحنا فاضيين في الميعاد الفلاني. تمام تمام، نقعد ونتكلم وزيزو يكون موجود. يا ابن الحلال إحنا عرضنا واحد اتنين تلاتة أربعة، قابل، أهلا وسهلا. وده سقف أرقامي، لأن اللي الزمالك بيتكلم فيه أرقام كبيرة قوي. 70 مليون يا جماعة في الموسم ده كتير قوي. وزيزو بصراحة لو الأرقام اللي بتتقال إن هو 70 من الموسم ده وموسمين كمان، بصراحة يبقى تهريج. أقل واجب في الموسم ده أو العقد ده يجدد 5 6 سنين. زيزو خلاص بتاع الزمالك. يعني زيزو لو هيجدد ما يجددش 3 سنين ويمشي، لا، زيزو يجدد 6 سنين، العقد بتاعه يبقى 50 مليون في الموسم، ده وجهة نظري أنا يعني. وال5 6 سنين دول يتعمل له اكسبشن، ان السنه دي تبقى سنه تخلص، يجي له عقد اعاره لمده سنه او سنتين في الخليج، فريق بقى العين مثلا اللي رايح كاس العالم للانديه او ايفر، يعني الفريق اللي يروحوا السنتين دول يروحهم في الخليج، يروح يلعب هناك ياخد له 2 3 مليون دولار، والزمالك يدخل له مثلا في الاعاره ب مليون دولار او 2 مليون دولار، يبقى الزمالك استفاد، زيزو استفاد، زيزو ما خسرش النادي، زيزو لما هيخلص السنتين ثلاثة هيدخل له قرشين كويسين، طبعا بابا ساعتها هياخد الفلوس اللي هو عايزها من النادي الخليجي، ولما يرجع على الزمالك ويكمل المسيرة بتاعته ويعتزل في الزمالك. أنا شايف إن ده أحسن سيناريو ممكن يبني عليه زيزو والزمالك كلامهم في المرحلة الجاية، وغير كده يبقى احنا بنهرب. زيزو من حقه ياخد فلوس، من حقه ياخد فلوس، من حقنا كجماهير ان احنا نزعل عليه، اكيد من حق ان انا ازعل عليه، لكن على زيزو ان هو يحترم البادجت اللي الزمالك بيتحرك فيها، لان احنا ما عندناش اوبشن تاني. ولازم زيزو زي ما الزمالك احترمه في ال4 سنين اللي فاتوا وكبروا، على زيزو انه يكبر نادي الزمالك، على زيزو ان زي ما انا بقول يشتغل. وده بصراحة كان الكلام ده المفروض من أول السيزون بصراحة يعني، لأن كنا عارفين قوي من أول السيزون إن الموسم ده الزمالك مش هيطلع بيه في حاجة. يعني حتى لو السنة اللي فاتت طلعنا بكونفدرالية، فأنا يعني كان صعب قوي السيزون ده إن إحنا نطلع بحاجة بصراحة، وستيل بقولها. بس ما علينا، اللي حصل حصل، مش هنبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا يعني. اللي في إيدينا دلوقتي، أنا ده رأيي يعني، الزمالك يجدد لزيزو 5 أو 6 سنين قدام، يطلعوا إعارة سنتين، زيزو يدخل له رقم، باباه يدخل له عمولة محترمة، والزمالك يدخل له رقم، يطلع يلعب سنتين، يرجع يكمل مسيرته في الزمالك وتاريخه في الزمالك ويعتزل بتيشيرت الزمالك، كله يطلع كسبان، والموضوع ببساطة يبقى أهدى. نصيحة أخيرة لإدارة نادي الزمالك، أتمنى ندير الأمور تتقال كده بحنكة، مش ضرب وخبط. انتوا المفروض تكونوا أدرجية، المفروض تديروا الأمور بالعكس. بلاش تصريحات، بلاش إعلام كتير، بلاش ظهور، اسكتوا، ما تطلعوش في الإعلام خالص، خلوا اللي يتكلم يتكلم، خلوا اللي يطلع في الترند يطلع في الترند، انتوا مالكوش دعوة، انتوا شوفوا تقدروا تعملوا ايه واعملوه. انما كل ما يحصل حاجة تطلعوا تجروا وراها وتنفوا وتقولوا اصل احنا، اصل المفروض، اصل هو، ده كلام العيال الصغيرة، وانتوا المفروض من صغيرين. اخر حاجة على زيزو، زيزو يلعب 8 دي حتة يعني في النص، ما ينفعش بعد الكلام اللي انا قلته ومقارنته ببن شرقي، زيزو ما ينفعش يلعب جناح. اتفرجوا على زيزو مع المنتخب بيعمل ايه، وانا قاصد ان انا اسجل الحلقة دي قبل ماتش منتخب مصر مع سيراليون. احنا شفنا زيزو في الماتش اللي فات عمل ايه لما كان بيلعب 8 في قلب الملعب. سيبوكوا انه كان قدامه صلاح، ما عنديش مشكله، لكن زيزو لما بيجي بالوش وبيدخل جوه ال 18، اكيد 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 بيبقى اخطر بكتير
لما يكون على الجناح. اتمنى ان ده يحصل في الماتشات الجايه مع الزمالك، واشوفكم بعد شويه. سلام.